جات لي الورقة دي إلى السيد اللواء أركان حرب محمد المصري قائد المنطقة الغربية العسكرية، تحية طيبة وبعد. الرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على استقالتنا من الخدمة العسكرية نهائيا، أو منحنا أجازة مفتوحة حتى تستقر أحوال البلاد، لأننا في ظروف استثنائية تستدعي الخوف على مستقبل أسرنا وأولادنا، والذي بات غير آمن، فنحن معرضون أن نكون قتلى في أي وقت ودون ثمن، ونرجو ألا يعتبر هذا هروبا من المعركة ولا من المسؤولية. ما دفعنا هو أننا كغيرنا من أفراد القوات المسلحة ندرك أن أرواحنا باتت رخيصة في كل مكان، فكل يوم نسمع عن قتلى من القوات المسلحة في كمين أو في اشتباكات ليس لنا بها أي صلة وغيرها، والنتيجة الوحيدة أننا لم نعد في مأمن على نفسنا ولا أهلنا. ندرك أن البلاد تمر بمرحلة صعبة، ولكن لا ندرك متى تنتهي هذه المرحلة. نحن لم نتهاون في مواجهة عنف، ولكن ما زال القتل مستمر في صفوفنا، وما زالت العمليات الإرهابية مستمرة، وباتت الاستقالة لابد منها بعد ذهاب عدد من أفراد القوات المسلحة ضباط وجنود إلى الأراضي الليبية. كنا نعلم أن الأوضاع هناك في منتهى الخطورة، وكانت النتيجة كما توقعنا قتل عدد من أصدقائنا هناك، وما زال الكثير هناك يصارع الموت كل يوم، وخاصة بعد معرفتنا أننا في الدفعة القادمة التي ستذهب للأراضي الليبية حتى نعود محمولين على أعناق كما جاء أصدقائنا. نحن نعلم الحالة السيئة، نرجو الموافقة على الاستقالة، نلتمس فيكم روح الأب الذي يقدر مصلحة أبنائه، ونوعدك أن نظل جنودك المخلصين معنا. دي الورقة اللي يعني بذلنا جهد كبير للتحقق من صحتها، بذلنا محاولات حثيثة للتحقق من صحتها. بينضم لنا على التليفون واحد من آباء هؤلاء الضباط، هو مش عايز يقول اسمه، أب الواحد من دول. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور يا فندم، مساء النور. قول لي، حابب تقول للناس ايه من خلال برنامج المتواضع يا فندم؟ هو الحقيقه يا استاذ معتز، انا كل اللي انا طالبه ان انا اشوف ابني. يعني تخيل حضرتك لو ليك ابن تعبت في تربيته وشفته يعني مقبل ان هو يبقى عريس، فجاه تحس ان هو ضاع منك او مش عارف راح فين. يعني انا خايف، بس وده اللي انا ارجو من ربنا سبحانه وتعالى. طيب وضح لي بس حضرتك لو تكرمت بزياده شويه، ابن حضرتك من اللي قدموا استقالتهم، ولا ابن حضرتك ضابط اخر متغيب او مختفي؟ يعني اديني بس بعض التفاصيل لو امكن. ابني احد الضباط اللي قدموا استقالتهم، هم كلهم ولادي طبعا. ابن منهم هو جه الموضوع بالتفصيل. يعني هو جه الاجازه اللي فاتت، يعني كان متغير زي كل اجازه، كان دايما متعود ان هو ينزل ويخرج مع اصحابه ويخرج مع خطيبته ويقعد معانا في البيت يضحك وكده. يعني الاجازه اللي فاتت كان متغير خالص، هو بدا ان هو يعني منعزل تماما عننا. حتى انا استغربت، قلت له انت ليه؟ قال لي مفيش، شويه مشاكل كده. طب في مشكله حد مزعلك؟ في مشكله بينك وبين خطيبتك؟ قال لي لا انا هبقى كويس. قبل ما الاجازه بتاعته تنتهي بيوم او يومين هو كلمني وقال لي انا عارف في موضوع كبير، بس انا مش هقدر احكي لك التفاصيل بتاعته، بس اللي اقدر اقوله لك ان انا يعني زي ما يكون بيودع اب. مش عارف، انا مش عاوز الاحساس ده يبقى اكيد بالنسبه لي كاب. يعني ده الاجازه الاخيره دي كانت من قد ايه؟ الاجازه الاخيره فات عليها لحد دلوقتي، هو راح قعد مدته بيقعد 3 أسابيع، وبعدها فات عليها شهر وشويه، ما يزيد عن شهر. يعني هو المفروض في اجازه من اسبوعين او 3 أسابيع، ما جاش. هو ما جاش، عدى عليها شهر من شويه، وعدى ميعاده اللي حضرتك المفروض بيجي فيه، متعود انه يجي فيه اجازه. طب انت عرفت ان هو كان مقدم استقالته؟ يعني انت دلوقتي بتحكي لي واضح ان ما وصلكش الخبر. هو اداني الخطاب اللي حضرتك حاطه، اداهوني، ما اداهوني ظرف مقفول مع متعلقات تانية. فقال لي الحاجه دي، الظرف ده فيه حاجات، انا لو غبت عنكم. قلت له غبت ازاي؟ يعني في ايه؟ قال لي ما فيش، يعني لو غبت عنكم افتحوا. ايوه شوفوا ودور على. قلت له ادور عليك ازاي يا ابني؟ يعني انت رايح فين؟ فقام ضاحك كده وقال لي خلاص. انا فكرته بيهزر او بيضحك معايا. وما فتحتش ده وهو موجود في الاجازه يا فندم؟ ما فتحتش الظرف ده؟ تحفظا على طلبه. هو طلب مني ان انا افتحه بعد ما تفوت
يعني قال لي بعد ما لو ما نزلتش اجازه، انا بحافظ على طلب ابني. قال لي فتحته، صراحه انا بقرا الكلام، انا يعني ابني عمره ما كان يتخاذل، وهو عنده فخر ان هو بيخدم في القوات المسلحه وبيحمي بلده. عمره ما كان متخاذل على اي حاجه، بس هو دايما كان يقول لي انا نفسي اموت شهيد في قضيه كبيره، يعني اموت شهيد في قضيه للوطن ضد العدو الحقيقي. كان دايما يقول لي الكلام ده. طيب فتحت ابنك ما جاش وحضرتك وفتحت الجواب واكتشفت في حاجه ايه؟ لقيت تاني ايه مع الجواب؟ اللي مع الجواب متعلقات خاصه بخطيبته، يعني حاجات شخصيه. طيب قلقت طبعا، عملت ايه بقى حضرتك؟ ايه التصرفات او الخطوات اللي خدتها عشان تطمن على ابنك؟ ده كان جواب صادم على قد يعني المفروض اي اب هيبقى صادم بالنسبه له. بدأنا نستفسر، يعني رحت استفسر عنه رحت مكانه. قالوا لي لا ده هو اصلا في اجازه. قلت لهم في اجازه ازاي وهو ما نزلش؟ رجع قال لي لا ده هم اصلهم راحوا مهمه. قلت لهم راحوا مهمه فين؟ في مصر مثلا؟ قال لنا احنا ما عندناش بيانات. طب اسال مين؟ قالوا لي اللي احنا نعرفه ان هو في مهمه. طب ما فيش حد استفسر منه؟ قالوا لي يا حاج ما تقلقش على ابنك. بس ومن يومها وانا فعلا مش قادر، لا قادر اروح لحد، ولو خطيبته كل اي جهه خطيبتها مش لحد دلوقتي مش قادر اوصل لاي معلومات عن ابني. يعني رجعت تاني سألت عنه في نفس المكان او في مكان اعلى من المكان اللي هو بيخدم فيه او ادارة اعلى مثلا او كده ولم تجد رد، ولا اكتفيت بالمرة الواحدة حضرتك؟ لا انا بعت خطاب للسيد الرئيس فاكس، مش عارف هل هو وصل او ما وصلش. على حسب الارقام المعلنة بعت فاكس ان انا حصل لنا كذا كذا، ما حدش رد علينا. طبعا ان احنا نوصل او نقابل حد في وزارة الدفاع ده يعتبر حاجة، مش عارف، انا كنت متخيل ان هي حاجه بسيطه، بس ما لقيتش بسيطه بالمره. كانوا دايما ردهم يقولوا لي يا حاج روح اسال عليه في مكانه، احنا كل واحد يسال عليه في مكانه. قلت لهم انا ماشي بستفسر. فما حدش اداني اي جواب، وانا فعلا يعني قلب الاب حاسس ان انا ممكن يجرى لي حاجه، بس يعني ممكن، مش عارف، مش في حاجات مش قادر اتخيلها او مش قادر استوعبها. انت كان لما فتحت الخطاب ده حضرتك كأب، خلي بالك انا مقدر والله كل مشاعرك تماما تماما تماما، لكن كمان مقدر ان لو في ايدينا حاجة نعملها او خدمة اديها فهو ان احنا نحكي الحكاية. يعني ما هو ما فيش حاجة اكتر من كده. شايف ان ده الدور اللي احنا بنقوم فيه. فقبل ما تفتح هذا الخطاب ما كانش عندك اي خبر؟ ما جابلكش ابن حضرتك الضابط ما قالكش اي خبر عن حكاية الناس اللي بتروح ليبيا، الضباط اللي بتروح ليبيا؟ ما كانش عندك اي معلومة عن ده؟ هو يا استاذ معتز ابني، يعني حتى لما كان الاخبار بتيجي ان في جنود ماتوا او حصل حادث او الكلام ده، كنت انا دايما اقعد اساله هو الوضع ايه، يقول ما فيش. دايما كان متحفظ ان هو يتكلم عن اي حاجه جوه. ايوه بس هو بيبقى حزين، حتى كان بيبقى متاثر لما يسمع حاجه زي كده. وكان يعني الحزن يسيطر عليه اكتر بيوم واثنين وثلاثه. اقول له يا ابني عادي، هم عند ربنا وكده برضه. يعني هو كان قلبه طيب، وكان بيحب بلده. وان شاء الله يظل قلبه طيب ان شاء الله. احنا خلينا نتفائل خيرا. معلش مش قادر غير ان اسال حضرتك سؤال مهم جدا. حضرتك خدت الجواب ده معاك وانت رايح مكان خدمته؟ لا ما خدتوش. لا يعني ممكن تقول لي السبب، ولا عند حضرتك تحفظ في هذا الموضوع؟ مش تحفظ يا استاذ معتز، بس انا حاسس ان حاجه زي كده يعني انا عاوز قبل ما اوريهم يعني اطمن عليه. يعني مش عاوز فرضا ان هو ما قدمش حاجه زي كده او ادهانه وسكت على كده. ايوه انا خايف ان انا كنت اخد حاجه زي كده واروح بيه اذيه. طيب زاد الغياب وهم ما بيردوش. ما اطلعتش حد على هذا الخطاب اللي هو يعني اعتقد ان كان مهم. ما حدش قابلني. هو العمليات من على البوابه قابلني حد. والله هو نزل اجازه. انا ارتبت ازاي نزل اجازه وهو ما جاش البيت؟ هيروح فين يعني؟ ملوش حد وهيروح فين؟
رجعت تاني قلت له ازاي يا ابني دخل اجازه نادي الاجازه واحنا هو ما جاش. قال طب ثواني، جالي رتبه اعلى منه قال لي يا حاج ابنك في مهمه وخلاص مات، ابنك في مهمه وده المعلومات اللي عندنا. انا حسيت ان انا لو يعني خفت، لا ما اكذبش عليك ان انا خفت. طب وهتعمل ايه الفترة اللي جاية حضرتك؟ هذا ربنا ونعم بالله ونعم بالله. انا حاولت ان انا اوصل لاي قناه من القنوات المصريه، بس ما حدش اداني لا فرصه ولا مساحه، حتى ما كانش في رد. يعني انا عاوز اوصل لاي حد، اي حد يدينا اي معلومه، اي حد يدينا اي بيانات، اي حد يقول لي ابنك موجود، اي حد يطمنا على ابني يا استاذ معتز، ابني. يعني ما هقول لك ايه، ابنك صح، ابنك. هقول لك ايه، احنا كده داخلين في قد ايه، في شهر تقريبا يا سيدي. طيب لو حابب، حقيقة الواحد بيبقى اصعب مواقف اللي هو بيكون عاجز فيها تماما ومقدر مشاعرك، بس عايز حضرتك تتماسك. يعني ما فيش حاجة هتحصل الا الحاجة اللي كاتبها ربنا بإذن الله، وان شاء الله يكون خير. قول لي لو حابب توجه رسالة لحد أخيرة، انا تحت امرك. انا بوجه رساله للمسؤولين، بقول لهم انا اب زي ما انتوا عندكم اولاد وخايفين عليهم بتخافوا عليهم من الهوى، انا اب برضه بخاف على اولادي. انا اب وعاوز ابني كاصحابي. ربنا يسلم لك طريقك، ربنا يسلم لك طريقك، وان شاء الله نسمع قريبا خبر يطمن قلبك وقلب كل اللي بيحبوه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. واحد من هذه، يعني هتقولوا لي عارف في كمية دلوقتي